بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة فيديو جديد سهل وبسيط وهيعجبكم جدا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، وكل عام والأمة الإسلامية جميعا بألف خير. اللهم أهله علينا بالخير واليمن والبركات، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين يا رب العالمين. ينعاد علينا وعليكم الأيام المباركة بألف خير وسعادة يا رب. فيديو النهاردة بقى هنعمل مع بعض حاجة جميلة جدا ومشهورة طبعا في شهر رمضان المبارك. طبعا أهم حاجة المشروبات على سفرة رمضان. المشروبات طبعا بتبقى كتيرة جدا وأنواع كتيرة من المشروبات الجميلة. والمشروب الأساسي والمميز جدا مشروب قمر الدين. هنعمل مع بعض النهارده بقى مشروب قمر الدين المركز اللي انت بتجيبيه من بره وبتشتريه، بيكون غالي جدا. الازازه المركزه دلوقتي بتبقى غاليه جدا، فاحنا هنعملها مع بعض في البيت وبطريقه سهله وبسيطه جدا من لفه قمر الدين. تقدري تحضري عندك مشروب قمر الدين المركز، وهتبقى كمية كبيرة جدا معاكي، وتقدري بعد كده انك تزوديه منها. بتضيفي عندك بقى لو كنا في فصل الصيف بتضيفي المية الساقعة المتلجة وتزودي كده. ولو احنا برضو في فصل الشتاء بتزودي برضو عندك المية على مقدار كده معاكي من المشروب المركز، وبيكفي معاكي كمية محترمة جدا. مش عايزة اطول عليكم، تعالوا نبدأ مع بعض الفيديو. ولو انت اول مرة بتشوفيني ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. بسم الله، تعالي نشوف كده. اول حاجة واول مقادير موجودة معانا مقادير سهلة جدا وبسيطة. اول حاجة يكون معاكي كده لفة من قمر الدين، زي ما انت شايفة كده. لفة قمر الدين العادية خالص. وكمان معايا هنا كوباية من السكر. هجيب كده عندي حلة على النار، وهبدأ بقى كده اطلع كده معايا اللفة بتاعة قمر الدين. هنفتحها كده وبعدين هنبدأ نقطعها ونضيفها عندنا في الحلة اللي موجودة معايا. هنبدأ نقطعها كده قطع بإيدينا عادي، لأن هي أصلا مش ناشفة ولا حاجة. القمر الدين لو انت جايباه نوع كويس معاكي فبيبقى سهل جدا انك تقطعيه. بصي بيتقطع بطريقة عادية جدا. انا مش هقطعه بقى يعني بمقص او بسكينة، بايدينا كده عادي، اي طريقة عشوائية عادي مش هتفرق، لان هو اصلا في الاخر هيتضاف معانا على النار وهيبدأ يسيح كله لوحده. اذا كنتي مقطعاه بقى مكعبات، مقطعاه اي طريقة تانية، في الاخر كده كده هيسيح وهيدوب، مش هتبان معاكي طريقة التقطيع خالص. زي ما انت شايفة كده بنقطعه، وبعدين هنبدأ نضيف عليه بقى المية عشان يطلع معايا الأول مركز كده وتقيل، والسكر. وبعد كده زي ما قلتلك في بداية الفيديو هنبدأ نخففه وناخده كده ونستعمل منه حسب ما احنا عايزين نعمله عصير ويتقدم كده في شهر رمضان الكريم. كده هنبدأ بسم الله. نضيف بقى معايا كوباية من السكر، وهبدأ أضيف 4 كوبايات من المية، 4 كوبايات مية عادية خالص من الحنفية، مش ساقعة ولا سخنة، عادي مش هتفرق، لأن احنا كده كده هنرجع نضيفهم تاني على النار زي ما انت شايفة كده. نروح بقى كده على البوتاجاز ونبدأ نقلبهم لغاية ما نحس انه مفيش معانا اي قطع خالص موجودة في الحلة خالص معايا. بعد ما يدوب بقى تعالي بقى كده هناخد منه كوباية. زي ما انت شايفة هي تقيلة جدا ازاي ولونها جميل قوي لان هو مركز زي ما قلتلك. بعد كده بقى تاخدي المقدار كله اللي انت بدأتي عملتيه على النار دوت وخليتيه مركز، بتخليه موجود عندك كده في ازازة. كل ما تحبي تعملي المشروب الجميل دوت بتاخدي منه كوباية او كوبايتين حسب المقدار اللي انت عايزاه، وبتبدأي تخففيه بالمية الساقعة. المرة دي بقى كده انا جايبة المقدار قدامكم اهو، كوباية مركزة وكوبايتين مية متلجين ومعايا نص كوباية من السكر. هنجيب عندنا الخلاط كده ونبدأ نضيف الكوباية. بصي المركزة حتى قوامها تقيل جدا وانا بضيفها كده عندي في الخلاط، وكوبايتين مية متلجين بقى كده عشان المشروب يبقى جميل معاكي وساقع. ونص كوباية بقى من السكر، والسكر دوت مش هفرض عليكي المقدار، انتي دوقي كده وبحسب الرغبة زي ما انتي عايزة اللي تفضليه.
ضربناهم زي ما شفتوا كده في الخلاط. وتعالي كده نجيب عندنا كاسات التقديم ونقدم كده احلى مشروب جميل جدا ومشهور جدا في ايام الشهر الفضيل، ونقدر نشربه في اي وقت تاني. زي ما قلت لكم مشروب جميل جدا ومنعش في ايام الصيف وايام الحر، لان احنا ضفنا عليه ميه ساقعه جدا ومتلجه، وضفنا له السكر وظبطنا التحليه بتاعه المشروب الجميل دوت. وبألف هنا وشفا عليكم يا رب. كل اللي يجرب الطريقه ما ينساش يقول لي ايه رأيه في التعليقات. ولو انتي معايا لغايه هنا من الفيديو ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. بتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم ونال رضاكم. لغايه هنا الفيديو بتاعنا خلص. اقابلكم تاني فيديو جديد ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.